موضوع إعادة المباراة يا أخوان مو كل واحد يكتب بالفيسبوك تروحون تصدقوه، أرجوكم يعني رسائل وصلتنا، اتصالات، تليفونات من ناس أصدقاء نعرفهم ما نعرفهم إنه راح تنعاد المباراة وراح تنعاد ماكو هيك حكي نهائيا، ما راح تنعاد المباراة وخلص صار اللي صار وتأهل المنتخب الأردني. هذا موضوع، يعني هذا موضوع إعادة المباراة انسوه، هذا خليه ينسي. قدمنا اعتراض على الحكم قد يعاقب الاتحاد الآسيوي، وتعرفون الاتحاد الآسيوي هو بالمرتبة الأولى بالفساد الإداري والمالي بكل شيء، يعني بالاتحادات القارية، بعدين يجي الاتحاد الأفريقي وراه. يجوز يتعاقب مباراة، يبعد من البطولة، الله أعلم، بس راح تشوفوا بتصفيات كأس العالم وكذا. بس هنا راح يجي الدور على اتحاد الكرة بأنه هذا الشخص اليوم اللي نزل دموع العراقيين هو هذا، عذرا لهذه الكلمة، هذا النكرة هيك أريد أقول، علي رضا أفغاني. هذا عنده سوابق ويانا، سبق وأن في 2018 مع الكابتن راضي شليشول تتذكروها، سحب أحمد ياسين اللاعب الأسترالي في منطقة الجزاء ومشى عادي ولا انطرك للجزاء، فعنده سوابق هذا ويانا. كان المفروض نعترض عليه وبشدة، بس القادم لازم شو نسوي؟ اتحاد الكرة هنا يصير قوي وصارم مع الاتحاد الآسيوي. هذا الحكم ما يحكم منه نهائيا، يحكم منه يخلوه نعترض، نحاول نضغط عليهم. هذا موضوع إعادة مباراة، انتهى الموضوع.